مسكلات. مشاهدينا الكرام، أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من القطايف واللطايف وآي ميديا. زي ما حضراتكم شفتوا وتابعتوا مباراة مصر وغانا اللي كنا بنقول يا ترى هتبقى بداية ولا هتبقى نهاية. الصراحة غانا عملتها معانا، وفيتوريا سيكريت سر كبير ال100 مليون مش عارفين يجاوبوا عليه. وزمان قالوا لنا من فات قديم وتاه، من فات قديم وتاه لما كنا متسيدين القارة. هرجع حضراتكم 10 سنين لورا لما كان المعلم موجود في منتخبنا. فاكرين حضراتكم 2006 و2008 و2010؟ أنا هتكلم على نقطتين مهمين جدا جدا كلنا بنبحث عنهم مع منتخبنا في بطولة الأمم الإفريقية النسخة 34. النقطة الأولى سر من أسرار المعلم، وعشان كده كل الناس كانت بتقول على حسن شحاتة إنه معلم، إنه كان بيعرف يختار ال11 لاعب. ال11 لاعب اللي موجودين في الملعب حتى بالبدلة بيقدر يعمل 11 لاعب متجانسين متناسقين فيهم خصائص متنوعة، بيقدروا يقدموا كورة قوية جدا جدا زي ما حضراتكم اتفقتم وزي ما قارة افريقيا كلها اتفقت. كان بيقدر ينيم افريقيا كلها من المغرب، وعملنا انجاز تاريخي الله اعلم هيتكرر تاني ولا كانت صدفة واستثناء في تاريخ كرة القدم المصرية لما فزنا ببطولة 2006 و2008 و2010. إنجاز كبير وحقيقي. ليه؟ لأن احنا كان عندنا 11 لاعب حتى في ظل الغيابات والإصابات كان بينجح إنه يدور في الوسط المحلي أو في البطولات المحلية أو في بزوغ لاعب في الدوريات الأوروبية الخارجية. علشان كده كنا بنشوف ترحيل واستبعاد وضم بعض الأسماء خلال فترة ال6 سنوات. يعني ال6 سنوات شفنا دخول وخروج. في 2006 ما كانش معانا حسني لكن كان موجود معانا في 2008. زيدان ما كانش معانا موجود في 2006 كان موجود معانا في 2008، وهكذا. في 2010 محمد ناجي جده لما كان مميز وكان متألق وكان مبدع جابوا حسن شحاتة ودخلوا جوه ال11، وكان دايما ال11 لاعب عندهم قدرة كبيرة جدا جدا انهم يقدموا الشخصية اللي اعتمدها المعلم حسن شحاتة في فترة ولايته لمنتخبنا الوطني. طب هل يا ترى حسن شحاتة كان معلم علشان كان بيعرف يختار هو وجهازه المعاون افضل 11 لاعب يقدروا يمثلوا ويلبسوا قميص منتخبنا الوطني؟ لا، كان ايضا في فلسفة وفي شخصية. يعني ايه فلسفة وفي شخصية؟ في قدرة لعيبة عارفة هي عايزة ايه ونازلة حاطة في عينيها هدف. الهدف والشخصية عايز تسميها على ايام مانويل جوزيه لما كان موجود وبيقود الاهلي، وايضا كان النادي الاهلي في هذه الفترة تقريبا متسيد افريقيا بالطول وبالعرض وفي البطولات محليا وافريقيا. الفكرة اللي كانت بتقول لو حضراتكم تتذكروا كلمة الصدمة والرعب. الصدمة والرعب ان انت تبقى نازل من بداية اللقاء بالفول باور بأقصى طاقة لديك، ضغط قوي 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 لغاية لما تسجل الهدف الأول وتفرض السيناريو الأمثل ليك. وكان أحيانا بل في معظم اللقاءات مع الكاميرون ومع نيجيريا ومع الجزائر ومع نيجيريا ومع كل الأسود والنمور والتماسيح والأفيال اللي كانت موجودة بتشكيلات مثالية. ما كانش بيعدي أول نص ساعة في أي مباراة إلا والمنتخب المصري يا إما متقدم بهدف يا إما متقدم بهدفين. علشان كده كنا بنشوف نتائج مبهرة جدا جدا، لأنه كان بالطريقة أو بأسلوب أو بالفلسفة زي ما أنت عايز تقول قول، بفلسفة الصدمة والرعب. كنا بننزل
فعلا بنرعب المنافسين، ومش بس بنرعب المنافسين، لا ده انت بتقدر ان انت تفرض السيناريو الامثل ليك وتتقدم في اللقاء بهدف، ثم تتقدم بتاني الاهداف وتضمن المكسب وتضمن الثلاث نقاط وتدي معنويات كبيرة جدا جدا للاعيبتك، وتعمل مشاكل كبيرة للفريق المنافس اللي كان بيضطر ان هو يضغط عليك باعداد من اللاعبين كبيرة جدا جدا، بتسهل لك بقى مهمة التحولات من الدفاع للهجوم والهجمات المرتدة اللي كنا دايما بنشوف الثالث والرابع، وده حصل بكثرة امام منتخبات. يعني كانت المنتخب مثلا منتخب الكوت ديفوار، انا كنت فاكر ان الشارع المصري كان قبل المباراة مندهش وعنده علامات استفهام كتير، ازاي هنواجه الافيال؟ لانهم كانوا افيال دروجبا وتوريه وحبيب كله توريه، عيلة توريه كلها كانت بتبقى موجودة، واسماء كبيرة جدا جدا وفي قمة مستواهم البدني والفني، ومع ذلك كانوا ايام المعلم بيتغلبوا بالثلاثات وبالاربعات. ده في 2010 فاكرين حضراتكم كل الفرق اللي كانت متأهلة الى كاس العالم في 2010 قدرنا خلال مشوار المعلم مع منتخبنا ان احنا زي ما بنقول بلغة الكورة علمنا عليهم، مش علمنا عليهم بجون واتنين، علمنا عليهم بمجموعة اهداف بتشكيلة، وفعلا كنا فريق قوي لان كان عندنا شخصية وكان عندنا روح وكان عندنا هوية ان احنا نازلين من بداية المباراة فعل مش رد فعل. ليه بقول الكلام ده؟ لان احنا حتى الان بعد ما واجهنا موزمبيق في اللقاء الاول وواجهنا غانا اللي هي مش غانا بالمناسبة، يدوب اللهم الا محمد قندوس اللاعب اللي يدوب نزل تمرينتين قبل المباراة بتاعتنا، وكان في شكوك كبيرة جدا جدا هل يا ترى هيقدر على المستوى البدني والفني ان هو يلعب المباراة. ده لعب وسجل فينا هدفين لوحده واحنا ما كناش عارفين احنا فين. لكن عموما زي ما بقول لحضراتكم، ليه احنا بدأنا البداية ديت في الحلقة دي؟ لان احنا حتى الان ما كناش فعل او ما كانش عندنا شخصية في اللقاءين، احنا ما زلنا حتى الان بنلعب كرد فعل، والكورة فيها طريقتين، يا اما تبقى فعل يا اما تبقى رد فعل، ورد الفعل في الكورة شيء صعب وشيء خطير. احنا الحمد لله ربنا كرمنا في الماتشين. الماتش الاولاني نجحنا في الثواني الاخيرة من الوقت بدل الضايع عن طريق ركلة جزاء اقتنصها مصطفى محمد نجم البطولة من جانب المنتخب المصري حتى الان، ترجمها محمد صلاح الى هدف وتعادلنا مع حالة من الدهشة مع موزمبيق 2-2، وخرج كل الإعلام وخرج كل المسؤولين في موزمبيق أجهزة فنية ولاعبين زعلانين إنهم اتعادلوا مع منتخب مصر. خلصنا من مباراة الافتتاح دخلنا على مباراة غانا اسم كبير مفيش كلام، لكن في الحقيقة هم وهم في التنظيم الدفاعي وفي القدرة على الأداء الجماعي وفي حتى القدرات الفردية. غانا البلاك ستارز النجوم الكبيرة اللي احنا كنا دايما حتى لو مش عارفين أسماء لاعبتهم كنا بنشوف مواهب جامدة جدا جدا جدا. لكن غانا زي ما حضراتكم اتفرجتوا عليها امبارح باستثناء محمد قندوس فرقة أقل من العادية، وفي شكوك كبيرة جدا جدا إنها تكمل في هذه البطولة، لكن نفس السيناريو بنفس الشكل بنفس المضمون. الشوط الأول لا شخصية ولا طعم ولا لون، وتعور محمد صلاح هنيجي لإصابة محمد صلاح، وخدنا هدف في الدقيقة الثانية من الوقت البديل في أحداث الشوط الأول عشان نطلع في الشوط الأول أمام غانا اللي بالمناسبة الشوط الأول لا فيه هجمات خطيرة لينا ولا علينا، أداء تعاوني ولعب بطيء والفرقتين خايفين من بعض لأنهم أسماء كبيرة، لكن الفاعلية والبحث عن الفوز ما كانش موجود. لكن من أول خطأ ومن أول تسديدة
نجح منتخب غانا، نجح منتخب البلاك ستارز ان هو يتقدم علينا 1-0 وخرجنا في الشوط الاول، وخرج محمد صلاح ونزل مصطفى فتحي زي ما حضراتكم شفتوا. الشوط الثاني كل الشعب المصري تقريبا والجمهور اللي بيحب الكورة وبيعشق كورة وفاهم كورة، مش محتاج حد يعلمه، لكن كل الشعب المصري اتفق ان احنا اتبدلنا واتغيرنا واتحولنا في الشوط الثاني، وبدأنا نمسك كورة وبدأنا ننتشر وبدأنا يبقى لينا شكل ويبقى لينا ملامح داخل البساط الأخضر، واستشعرنا ان منتخبنا قادر انه يدرك التعادل، وبالفعل سجلنا هدف طلع تسلل. ثم في الدقيقة 69 ومن خطأ من مدافع غانا في ترجيع الكرة لحارس مرماه عمر مرموش، واحد من نجوم اللقاء بدون شك، نجح ان هو يدرك التعادل. كده رضا، كده 100 رضا. لكن دقيقتين نفس فكرة مباراة موزمبيق بالكربون يا حبيبي، بالكربون. بعد دقيقتين هو محمد قندوس. ما احنا دايما حظنا كده لما نبقى بنلاعب منتخب مفهوش غير نجم، النجم ده لازم يسجل فينا، كأن يعني اللي يخاف من العفريت يطلع له. فعلا بيستلم كورة بدايتها رمي التماس، يحطها تخبط في كتف عبد المنعم وتغير اتجاهها وتتصعب على الشناوي، علشان بعد دقيقتين فقط من التعادل، تعادلنا في الدقيقة 69، في الدقيقة 71 تصبح النتيجة تقدم غانا مرة تانية 2-1. لكن لحسن الحظ ان فيتوريا سيكريت اخيرا عمل شيء مفيد لما رجع ودفع بتريزيجيه، واخيرا استجاب لدعوات المصريين وخرج النني اللي هو فيتوريا سيكريت، واحد من الاسرار الكبيرة جدا جدا في كيفية اقتناعه بالبدء بالنني. عموما هنرجع للتفاصيل الصغيرة، لكن خلينا نعيش الحكاية مع حضراتكم زي ما بدأناها. تريزيجيه ضغط على المدافع وعمل كورة أرضية بالعرض قصيرة علشان مصطفى محمد نجم منتخبنا الوطني المصري يسجل الهدف الثاني، ونقول الحمد لله، لأنه الهدف الثاني بلا شك كل الملايين اللي كانت بتتفرج على المباراة لما استقبلنا الهدف الثاني في الدقيقة 71 الصراحة كلنا قلقنا وكلنا قلنا لا، ده العملية البطولة دي صعبة واحنا شكلنا بقى صعب قوي. لكن الهدف الثاني اعاد لينا الروح واعاد لينا الثقة، رغم ان هو مجرد هدف تعادل. لكن الحمد لله ان توقيت الهدف كمان كان في الدقيقة 74، يعني بعد ما غانا سجلت الهدف الثاني تقريبا ب3 دقايق فقط. ده ادانا قوة وادى رسالة لمنتخب غانا الضعيف ان هو صعب يقدر يعمل معانا حاجة، رغم ان احنا تراجعنا ورغم ان احنا برضو خفنا. وده برضو حاجة من الحاجات اللي احنا زي ما بنقول عليها فيتوريا سيكريت مشكلة كبيرة جدا جدا. دايما الاعلام والصحفيين والمحبين والمشجعين بيبقى ليهم رأي في التشكيلات وليهم رأي في اللعيبة اللي تم استدعائها للمنتخب، وده بيحصل في كل مكان في العالم. لكن مش بالضرورة أبدا إن الناس دي تكون على غلط، وإن المدير الفني يعاند ويثبت إن هو اللي صح. إحنا مش في خناقة، إحنا كلنا ورا منتخبنا ونفسنا منتخبنا يجيب اللقب الثامن اللي غايب من 13 أو 14 سنة. إحنا كلنا ورا مصلحة واحدة. أنا صحيح في الكورة بتسمعوني بقول الواحد للكل والكل للواحد، إحنا كده فعلا، ونفسنا فيتوريا يبقى معانا على نفس النسق. لما بنقول النني احنا قلنا النني لاعب كبير، لكن في البطولات الإفريقية اللي محتاجة جهد بدني كبير ومحتاجة سرعات ممكن ما تتناسبش ان احنا نبدأ بالنني، نبدأ باللاعب الأصغر سنا واللي عنده لياقة بدنية وعنده فورمة مباريات سواء من إفريقيا أو من كأس العالم للأندية، هو مروان عطية. مش صعبة، شفنا تبديلات وتعديلات
في تشكيلة منتخب مصر عن المباراة الأولى اللي كانت أمام موزمبيق. شفنا عمر كمال مكان محمد هاني، شفنا مرموش في الأمام مكان تريزيجيه، وشفنا أيضا في وسط الملعب إمام عاشور بديلا لأحمد السيد زيزو. أيضا إمام عاشور في الشوط الثاني مع نوبة الصحيان، وبعد ما لعبنا كرد فعل بعد ما استقبلنا هدف في الشوط الأول والبحث عن التعادل، غير المفهوم وغير الشخصية وخلانا نتسيد ونمسك الكرة. ومش ده بس بفضل لاعيبة منتخب مصر، لا ده أيضا بفضل يعني هشاشة فريق غانا، لأن فريق غانا زي ما عمل نيجيريا مع الكوت ديفوار مع الاختلاف، لما تقدم بهدف غانا ظن انه ممكن يلجأ الى الدفاع طوال احداث الشوط الثاني، وانه يجمد الموقف ويعمل زون ديفنس، دفاع كومباكت في اخر 20-30 متر، فيقدر يخرج مع منتخبنا الوطني وهو فايز بالهدف. فساب لنا نص الملعب، فاصبح للمنتخب المصري سيطرة واستحواذ وتغير الشكل. لكن ده بقول بفعل ان احنا بنبحث عن الهدف التعادل، وايضا ساعدنا ان منتخب غانا تراجع الى اخر تلت علشان يعمل دفاع كومباكت. دفع الضريبة وبخطأين من لاعبي غانا سجلنا هدفين، وايضا احنا بخطأين منا في التمركز وفي الرقابة خدنا هدفين، واصبح حصيلة مصر الشباك اللي تم تسجيلها في شباك منتخبنا الوطني 4 أهداف. أنا قلت لحضراتكم في الحلقة اللي فاتت إحنا في 2021 من أول مباراة للمباراة النهائية ما تمش تسجيل فينا طوال البطولة إلا هدفين، عشان كده نجحنا إن إحنا نصل إلى المباراة النهائية. على فكرة الهدف الثاني كمان بتاع المنتخب المغربي اللي كان في المرحلة الإقصائية كان من ركلة جزاء لو تتذكروا حضراتكم. صحيح أبو جبل بعد كده صد ركلة جزاء في النهائي أمام السنغال، لكن طول البطولة استقبلنا هدفين. احنا في أول لقاءين استقبلنا 4 أهداف. هل يا ترى دي ليها دلالات؟ بلا شك ليها دلالات. الدفاع المصري عامل حالة من الحالات اللي مخوفانا كلنا وقلقانا كلنا. بسبب ايه؟ بسبب الثلاثي اللي موجود في وسط الملعب. تاني الثلاثي اللي موجود في وسط الملعب طبعا، تاني وتالت ورابع وعاشر. الثلاثي اللي موجود في وسط الملعب بيأثر في التماسك الدفاعي، لأن اللي رايح من قلب الملعب رايح بسرعته ورايح بانطلاقاته، محدش بيقول له انت رايح فين ولا جاي منين. عشان كده بنتكلم وبنقول ان مروان زي ما فيتوريا سكرت وعمل تبديلات وتعديلات من المباراة الأولى للمباراة الثانية، كان لازم يبقى فيه تبديلات وتعديلات، ولازم مروان عطية هو اللي يكون موجود في بداية المباراة، لأن مروان عطية إذا افترضنا مع حمدي فتحي وافترضنا وجود إمام عاشور، ال3 لاعبين أقوية جدا جدا في نقطة مهمة جدا حتى الآن بتنقص منتخب مصر. طب إيه هي اللي بتنقص منتخب مصر في منطقة وسط الملعب؟ الضغط. حضراتكم اتفرجوا على بطولة الأمم الإفريقية، مفيش لاعب بيستلم الكورة براحته. احنا مختلفين بقى عن كل الأفيال والنمور والأسود والتماسيح والمحاربين اللي موجودين في القارة السمراء. احنا بنسيب الفرقة اللي قدامنا تنقل زي ما هي عايزة، يا دوب بنحلق. لكن علشان تلاقي لاعب بيضغط على لاعب بقوة وشراسة مش موجود خالص. احيانا بنشوفها، ولما بنشوفها بيبقى لينا الأفضلية، لكن 180 دقيقة اللي اتلعبت حتى الآن في مشوار منتخبنا الوطني في الكان ملهاش علاقة بالضغط، لا ضغط فردي ولا ضغط جماعي. حتى الثلاثي اللي موجود، يعني حضرتك شفت محمد النني بيعمل تاكلينج، شفت النني دخل في واحد دخلة مثلا قوية حتى لو تم احتساب عليه خطأ، لكن وقف هجمة واعدة للفريق؟ أبدا. كله نظام. أنا منتظر المنافس يخطئ، المنافس مش هيخطئ. أديكوا شفتوا
الكبار في القارة الإفريقية ما بقوش كبار، والصغار ما بقاش حد صغير. عشان كده شايفين نتائج غريبة عجيبة باستثناء السنغال والمغرب اللي هما الاتنين حتى الآن في حتة تانية، لأنهم قوة وقدرة وفاعلية. لكن باقي الأسماء الكبيرة ما بقتش كبيرة، باين عليها كبرت وشاخت وبقت مترهلة في العمر وأيضا مترهلة في الأداء. والقوة الناشئة النامية الصغيرة بقت قوية وبقت شرسة وبقت حادة في الالتحامات. احنا ما بنضغطش، فلازم الثلاث لاعبين اللي في وسط الملعب يبقوا أقوياء، يبقوا في منتهى العنف. فاكرين حضراتكم في 2019 سر المنتخب الجزائري في قنص الكان الإفريقي كان إيه؟ كان الضغط واللعب برجولة واللعب بقوة. ودي سمة أساسية في الكرة الأوروبية وأيضا في الكرة الإفريقية. مفيش لعيب بيستلم ويلف ويعدي ويبص ويشوف وانت منتظر ان هو لما يجي يعمل التمريرة لزميله يلعبها وحش عشان تقطعها. مش هيلعبها وحش، ده بالعكس، ده هو عنده الوقت والمساحة والتفكير انه يعمل كل شيء سهل وكل شيء صعب علينا. احنا اللي مصعبينها على نفسنا. هينفع كده؟ عموما عندنا مباراة الراس الأخضر، لكن دخلنا في حسبة بيرما، والكل هيتفرج على مباراة طبعا كاب فيردي وموزمبيق، ومنتظرين نعرف النتيجة هتنتهي كام علشان نعرف احنا عايزين ايه. طب احنا عايزين نكسب، لان اي حاجة غير المكسب هتحطنا في خبر كان، وممكن نبقى كان يا مكان في الكان. وده ينفع لمنتخب مصري صاحب 7 ألقاب في بطولة الأمم الإفريقية وعنده أسلحة وعنده لعيبة عالمية؟ بمناسبة اللعيبة العالمية، هو محمد صلاح هرب ولا اتعور؟ طب ما تيجي نبص بعينينا ونسيب الشعور ونسيب انت بتشوف محمد صلاح ازاي او بتقيمه ازاي او في دماغك انت واخد موقف منه لأي سبب إن كان. لكن خلونا نفكر في اللقطة اللي وقع فيها محمد صلاح. فاكرين حضراتكم عمر مرموش لما قطع وانكشف نص ملعب منتخب غانا وعملنا هجمة مرتدة بقيادة عمر مرموش وكان تقريبا 2-2، كان مكمل معاه محمد صلاح من الناحية اليمين وحب يعمل زي ما بيعمل في ليفربول ان هو يجري باقصى سرعة ويفتح سبرنت علشان يا اما ياخد المدافع التاني معاه ويبقى عمر مرموش موقف راجل على راجل، يا اما ياخد التمريرة في المساحة ويقدر يعمل انفراد. لما فتح السبرنت قعد محمد صلاح، قعد ما قدرش. وعمر مرموش تتذكروا حضراتكم حب ان هو يعدي بمهارته الفردية لكن اتقطعت الكورة. عموما محمد صلاح لعيب كبير، محمد صلاح القائد لمنتخبنا، محمد صلاح هتختلف هنتفق كل واحد ليه رأي في أدائه مع منتخبنا الوطني، وهل يا ترى هو مفيد ولا مش مفيد. الأرقام بتتكلم مش أنا اللي هتكلم، لأن احنا مش عايزين نختلف. احنا في فترة دلوقتي مش عايزين نختلف ومش عايزين نقلل من قدرات وإمكانيات لاعبتنا. مش مبسوطين؟ لا، فعلا احنا لغاية دلوقتي مش مبسوطين، لأن عندنا ألغاز. فيتوريا سيكريت عامل لنا صداع لأنه محسسنا إن هو اختلف في البطولة المجمعة، فقد الثقة. أنا قلت في المباراة الأولى إن روي فيتوريا ما كانش حاسب حساباته واتصدم لما منتخب موزمبيق سجل فينا هدفين، عشان كده كانت رد فعله اعتيادية وبطيئة وغير مفيدة. لكن أمام غانا الوضع اختلف، قلنا هيتعلم من الأخطاء. بنتمنى من كل الجماهير المصرية إن احنا نرجع نتجمع تاني ونرجع نشجع تاني ونرجع نساند منتخبنا ونساند أي 11 راجل هيلبسوا تيشيرت منتخب مصر. ويا رب النصر لمصر.